الطبيعي بتاعنا ان زميلنا المندوب اللي نفسه يشتغل ماركت اكسس عايز يعرف ايه الكواليفيكيشنز اللي تبقى موجوده فيه عشان يشتغل الشغلانه دي. هو ايه الماركت اكسس؟ الديستريبيوشن كانت موجودة بس المسميات اختلفت. الشغلانة اتطورت شوية بس قبل ما تتطور داخل الشركة هي اتطورت اكسترنال. يحصل حاجة اسمها سيجريجيشن للديوتيز. يعني ايه؟ يعني بدأت في مؤسسات جديدة تبدأ تنشأ، منها مثلا هيئة الدواء المصري، منها مثلا هيئة الشراء الموحد، منها بعد كده وزارة الصحة نفسها. مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من كارير هاكس. النهارده معانا حلقه مختلفه وضيف مختلف وكارير انا متاكد ان ناس كتير ما تعرفش عنه معلومات كتير. معانا النهارده دكتور علي عمر، واحد من اللي اخترعوا الشغلانه اللي احنا بنتكلم. احنا عرفنا عن الشغلانه اللي هنتكلم عليها النهارده من دكتور علي عمر، فتعالوا نعرف هي ايه الشغلانه ودكتور علي يحكي لنا عنها بتفاصيل كتير. دكتور علي، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا احمد. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. يعني مبسوطين ان حضرتك موجود معانا النهارده وخطفناك من وقت شغلك كده، بس يعني في اقبال كتير قوي على الكارير هاكس الخاصه بالماركت اكسس، وطالما هنتكلم عن ماركت اكسس لازم نجيب دكتور علي عمر. ما احنا عرفنا الشغلانه زي ما بقول في الانترو من حضرتك يعني. شاكرين جدا لحضرتك ان وفرت من وقتك وكنت معانا ضيفنا النهارده. ونعرف الناس بقى الاول كده عن دكتور علي عمر وشورت بايوجرافي كده للمستمعين اللي بيسمعونا. اولا متشكر ليك يا احمد، واتمنى النهارده تكون الحلقه يستفيد بيها اكتر قدر ممكن من المستمعين. انا اسمي علي عمر، خريج كليه صيدله. اول ما اتخرجت يمكن تهت زي ما ناس كتير في الكارير بتاعها مش عارفه تشتغل ايه. هل ابقى عندي صيدليه ولا اشتغل في شركه ادويه ولا اعمل ايه؟ وبعد كده التحقت على طول بشركات الادويه. قعدت الكارير بتاعي كله في شركات الادويه. يمكن كنت لاكي ان انا اشتغلت في مجموعه شركات كتير، وفي نفس الوقت في different roles من سيلز، ماركتنج، بزنس ديفلوبمنت، هيد اوف استراتيجي، ماركت اكسس، بزنس يونت دايركتور. الحاجات دي كلها يمكن كانت في الكارير بتاعي. فيمكن ده ان اوفرول الفانكشنز اللي اشتغلت فيها. مجموعه طبعا شركات كتير، سواء مالتي ناشونال او لوكال اشتغلت فيهم، وبالتالي يمكن كانت اما بريفلكت ات واز ا جود جيرني. فندم، يعني بايوجرافي عظيم، واحنا عارفين ان في اكتر من كده. دكتور علي، احنا البودكاست بتاعنا قايم على فكرة زي ما حكيت لحضرتك، ويمكن لو حضرتك شفت الحلقات اللي سبقت كده ان زمايلنا الاصغر سنا مننا بيسألونا دايما عن الكارير اسبيريشن، وكانوا بيسألوا عن الشغلانات المتعارف عليها. احنا على ايامنا كده لما انا اتخرجت ودخلت الكارير 2008 كان السيلز والماركتنج اشهر شغلانتين، ان بعد ما المندوب بيخش عايز يترقى ديستريكت مانجر او برودكت مانجر. كارنتلي بقى في شغلانات كتير موجودة في الفارما اندستري وبدأنا نتسأل عليه. النهارده ما حضرتك سمح لنا شويه ان احنا نغير الفورمات بتاع البودكاست، لان الماركت اكسس هي شغلانه محدش يعرف عنها كتير، وفي شركات كتير ما عندهاش ماركت اكسس او عندها خلط بين الماركت اكسس وبين الكي اكاونت مانجر او بين الديستريبيوشن مانجر. فاحنا هنستغل البورت الاولاني من البودكاست، حضرتك تشرح لنا هي ايه الشغلانه اصلا، زين نرجع للفورمات الطبيعي بتاعنا ان زميلنا المندوب اللي نفسه يشتغل ماركت اكسس عايز يعرف ايه الكواليفيكيشنز اللي تبقى موجوده فيه عشان يشتغل الشغلانه دي. فنبدا بالسؤال الاولاني، هو ايه الماركت اكسس وايه الفرق بينه وبين الكي اكاونت وبين الديستريبيوشن؟ طيب تمام، خلينا نتفق. هي البروسيس نفسها بتاعت الماركت اكسس او الكام او الديستريبيوشن كانت موجوده، بس المسميات اختلفت. يعني البيزنس حجمه اما نيجي نبص هو ايه الماركت اكسس وايه الكام وايه الديستريبيوشن، ده السؤال صح؟ بص، خلينا نتفق على شوية قواعد. أول حاجة، إحنا دخلنا الفارماسيوتيكال اندستري شفنا تو فانكشن مشهورين جدا زي ما أنت قلت، اللي هي السيلز والماركتينج. وكان السيلز بيقوم بوظائف كتير جدا، منها إنه بيمانج أكاونت معين، وليكن مستشفى شرطة، جيش، مصر للطيران. وفي نفس الوقت مسؤول تقريبا عن معظم الحاجات، كل حاجة تقريبا كانت مسؤولية مسؤولية السيلز. الشغلانه اتطورت شويه بس قبل ما تتطور داخل الشركه هي اتطورت اكسترنال. اما نبص ايه اللي حصل اكسترنال انفايرمنت في الهيلث كير ايكو سيستم. احنا بنتعامل مع صحه، والصحه عباره عن هيلث كير ايكو سيستم ديفايدد لسيكتورز كتيره جدا. فبدانا نشوف تطور في البيئه الخارجيه عن طريق وجود مثلا
زي ما انت عارف كن زمان مثلا كل المرضى بيروحوا لوزارة الصحة. كويس. وزارة الصحة كانت مسؤولة عن كل حاجة، كانت مسؤولة عن علاج المرضى اللي هم اولا التأمين الصحي كان تبع وزارة الصحة، كل حاجة كانت تبع وزارة الصحة، البيع بيع الأدوية أو شراء الأدوية من الشركات كانت تبع وزارة الصحة، تسجيل الأدوية. فبدأ يتطور الاكسترنال انفايرمنت دي وتبدأ يحصل حاجة اسمها سيجريجيشن للديوتيز. يعني ايه؟ يعني بدأت في مؤسسات جديدة تبدأ تنشأ، منها مثلا هيئة الدواء المصري، منها مثلا هيئة الشراء الموحد، منها بعد كده وزارة الصحة نفسها. فزي ما بحكي لك احنا الصحة كانت وزارة الصحة المصرية كانت مسؤولة عن حاجات كتير جدا. بعد كده بدأ يحصل سيجريجيشن للديوتيز، وبدأت تجد مستشفيات او قطاعات مختلفة او مؤسسات مختلفة زي هيئة الشراء الموحد. فزي ما بحكي لك يا احمد، هو نشأت الوظائف والمسميات دي تجاوبا مع الاكسترنال تشينجز اللي بتحصل في الانفايرمنت اللي بره. كويس. ايه هنضرب امثله بس للتغيرات اللي حصلت خارجيا. منها مثلا ان بدل ما كان عندنا مؤسسه واحده بتقوم باعمال كتير جدا، وليكن مثلا وزاره الصحه المصريه كانت هي اللي مسؤوله عن تسجيل الادويه، وكانت مسؤوله على التندر، وكانت مسؤوله على السيرفيس بروفايدنج، يعني بتعالج هي المرضى. دلوقتي بقى عندنا مؤسسات تانية زي مثلا هيئه الشراء الموحد، زي عندنا هيئه الدواء المصريه، وبرضه وزاره الصحه. التأمين الصحي كان معروف، والعلاج على نفقة الدولة معروف، ولكن ظهر كمان التأمين الصحي الشامل، وظهر كمان التأمين الصحي لازال هو القديم أو اللي بنقول عليه التأمين الصحي اللي احنا عارفينه، وكمان العلاج على نفقة الدولة. ظهر كمان سيكتور جديد وليكن زي PHI أو البرايفت هيلث انشورنس. فمع التغير للبيئة الخارجية بدأت لازم الشركات تتجاوب مع التغيرات اللي موجودة بره، وتبدأ تفكر هل الاستراكشر أو هل الشكل بتاع الاوبريشن موديل اللي احنا شغالين بيه من 20 سنة هو اللي ينفع اشتغل بيه مع التغيرات الخارجية. فبدأت الشركات تقول طبعا لا، لازم تبدأ تتكيف داخليا، وتبدأ تقسم المان باور، وتقسم كمان الاوبريشن موديل بحيث يواكب التغير اللي موجود خارجيا. ومن هنا بدأت تظهر وظائف كتيرة جدا، وبدأت تظهر حاجات كتيرة جدا كانت زمان بتتعمل، بس بتتعمل انتجريتد مع وظائف اخرى. كويس. وبدات تبدا تاخد الشكل اللي احنا شايفينه. في عامل تاني مهم لما نبص على الشركات، لو بتقول مثلا عندي شركه دواء بيكون التيرن اوفر بتاعها السنوي وليكن 50 مليون جنيه. كويس. فهي بتشتغل باوبريشن موديل ب 50 مليون جنيه. تخيل شركه الدواء دي بدات تتحرك لبزنس سايز وليكن لتسي مليار جنيه او 2 مليار جنيه. اكيد الاوبريشن موديل مختلف، اكيد الكاباسيتي مختلف. لو انت كنت زمان عندك مثلا في ريجيلاتوري عندك حد هيسجل الادويه دي كلها وبني ادم واحد او اتنين، بقى عندك سكشن كامل للريجيلاتوري، في كمان هيراركي، في سبيشالست، في مانجر، في هيد اوف السيكتور ده. انا بضرب مثال للتسجيل. كذلك لو انت بتتعامل مع السيلز، لو انت بتتكلم على الاوت اوف بوكيت ماركت اللي هو دكتور في البرايفت بينزل منه بريسكريبشن وبتصرف من الصيدليه، غير ما يبقى عندك سيكتور تاني جاي من الريمبرسمنت او جاي من المستشفيات، وجاي من التامين الصحي، وجاي من نفقه الدوله، وجاي من التامين الصحي الشامل او البرايفت هيلث انشورنس. لازم له مانجمنت موديل مختلف عن اللي موجود. وبالتالي نتيجه التغير الخارجي والسايز الداخلي والتغيرات الداخليه نشات هذه الوظائف المختلفه. طب دكتور، يعني خلينا نشرحها للناس بشكل ابسط. دلوقتي احنا في شركه ادويه، وكان زي ما حضرتك بتقول كده الديستريكت مانجر هو اللي بيتعامل مع كل الفانكشنز دي. صحيح. كانت تحت ادارته. صحيح. فهو معاه التيم بتاعه 5-6 مندوبين، بيزور مستشفى الشرطه او بيزور مستشفى مصر الطيران، هو اللي بيتعامل مع الصيادله، هو اللي بيتعامل مع البيرشيزنج مانجرز اللي هناك، وبياخد الاوردر وبيوديه للشركه لحد اللي بينفذه من شركات التوزيع. صحيح. طيب ظهر بعد كده التامين الصحي، برضو الديستريكت مانجر كان بيروح هو والتيم بتاعه يزوروا التامين الصحي، وكان حد في الشركه هو اللي بيجيب له الاوردر. الشركه بتكبر والاوردرات بتكبر، والفانكشنز المختلفه اللي ظهرت في وزاره الصحه بدات تظهر. فعندنا نوعين من الشركات، شركات كوبينج زي ما حضرتك بتقول كده وبدات توظف ناس وتعرف عن الحاجه اللي زي كده، وشركات ستيل لسه شغاله بان الديستريكت مانجر هو اللي مسؤول عن كل حاجه. في بورت تاني انا حابب اسال حضرتك عليه، هل ده يندرج تحت الكام ولا لا؟ هي الانيشياتيفز بتاعه الدوله او وزاره الصحه، زي حمله 100 مليون صحه. دول احنا
فاهمين او الفكره النايف ان ده هو مسؤوليه الماركت اكس، هو اللي بيروح يعمل الاحتفالات مع وزاره الصحه او الحملات الجمهوريه مع وزاره الصحه. فعشان كده في بعض الشركات قال لك انا مش عايز اصرف فلوس في احتفال بيوم السكر العالمي او يوم القلب العالمي او حملات جمهوريه انا مش هستفيد منها حاجه، فانا خليني في التامين الصحي او اوردر مستشفى الشرطه او اوردر مستشفى مصر الطيران. انا عارف ان دي فكره نايف بس دي فكره موجوده وبنسأل عليها في السوق. فطالما حضرتك موجود معانا يعني وضح لنا هل هو ده الماركت اكسس، هي دي الاحتفالات؟ والسؤال الثاني، الشركات اللي لسه سايبه الموضوع عند السيلز حضرتك تنصحهم ان هم ازاي يبداوا ماركت اكسس والكي اكاونت والديستريبيوشن ويفصلوا الوظائف؟ طيب خلينا هنا نميز ما بين الوظائف المختلفه وكل وظيفه بتعمل ايه. هنمسك الاول اللي هو الديستريبيوشن. هو ايه الديستريبيوشن بمنتهى البساطه؟ هو انت جالك اوردر، الاوردر ده جاي من اي جهه، سواء جهه حكوميه او غير حكوميه، يعني موزع طلب منك مثلا اوردر باصناف كتير جدا او برودكتس كتير من البورتفوليو بتاعك، وانت المفروض بتخرجها من المصنع وبتسلمها لهذا الموزع علشان يبدا هو يوزعها على الصيدليات. تمام. او مستشفى طلبت من خلال هيئه الشراء الموحد طلبت اوردر، فانت بتاخد الاوردر ده وبتنفذه وبتوديه للمستشفيات او لهيئه الشراء، وهي بتبدا توزعه على المستشفيات اللي موجوده. اللي بيقوم بالسايكل دي بنسميه الكام، او بنسميه ساعات في بعض الشركات بنسميه ديستريبيوشن مانجر، وبعض الشركات التانية بتسميها كام، بغض النظر عن المسميات، ولكنه هو الوظيفة اللي بتقفل السايكل بتاعة الاوردر. يعني ايه؟ يعني خدت اوردر ونفذت الاوردر والاوردر اكسكيوتد والبضاعة وصلت لهذا لهذا المكان، فده بنسميه ايه؟ بنسميه ديستريبيوشن. بنسميه ديستريبيوشن. طبعا السايز بتاع التيم بتاع الديستريبيوشن بيتوقف على السايز اوف اورجانيزيشن. فلو انت عندك اورجانيزيشن بتعمل مانثلي ترانزاكشنز، يعني بتنفذ اوردرات عددها كتير جدا جدا جدا، فانت محتاج تيم مراقب كتير جدا جدا يقدر يشتغل على الموضوع ده. لو انت السايز اوف بزنس كونسنتريتد في جهه او جهتين فقط لا غير، فانت اكيد عندك تيم اقل في العدد من التيمز الكبيره. ده اول حاجه. بعد كده بناخد لفكره الكام. هو ظهر الكام ايه؟ هو اسمه كي اكاونت مانجر، يعني بني ادم مسؤول عن الكي اكاونت، مش برودكت ريليتد فانكشن. يعني ايه؟ يعني انا لو ميديكال ريب اكيد عندي دوايين 3 في الاكاونت ده. طب. كويس. لكن الكي اكاونت بيبقى عنده البورتفوليو كله بتاع الشركه كلها. فانا لو كنت زمان شركه محدوده صغيره عندي دوايين 3 هم اللي مهمين جدا، فانا النهارده محتاج حد يمانج كل البورتفوليو اللي موجود عندي ده، يبدا يشوف مثلا في الجوب فانكشن بتاعته، يبدا يشوف الستوكس اللي موجوده من كل الاصناف، يبدا يشوف هل فعلا انا بمنتين البرودكت ستوكس الاستراتيجيك ستوكس في الاكونت دي ولا لا. ببدا اشوف الكونسومشن ما بين الان والاوت، او ما بين اللي انا بورده واللي بيطلع من الصيدليه للبيشنت، او قد ايه وحجمه قد ايه والنسبه ما بينهم قد ايه. ببدا كمان اعمل البارتنرشيب اللي انت ذكرتها. الحته بتاعت البارتنرشيب دي هنتكلم فيها من الاكسس بوينت اوف فيو ومن الكام بوينت اوف فيو، بغض النظر عن المسمى هو يقع اكسس ولا كام، ولكن الفانكشن اللي مسؤوله عن بارتنرشيب مع الاكونت هي فانكشن بنسميها كام او اكسس. هما الاثنين حتى في بعض الشركات ممكن تلاقي الكام تحت الاكسس كويس موجود، والاكسس هو اللي بيدير المنظومه بتاعه البارتنرشيب مع الاكونت اللي موجود ده. فمثلا وليكن انت عندك انيشيتيف في مستشفى وادي النيل او مستشفى مصر للطيران. الانيشيتيف دي وليكن ترشيد استهلاك المضادات الحيويه لشكل او باخر. قررت ده، مع انك شركه عندك مضادات حيويه، بس انت قررت انك انت تتعاون مع الاكونت ده وتعمل انيشيتيف لحسن استخدام المضادات الحيويه للإليجيبل بيشنت في الرايت تايم، بالرايت دوز الموجود بتاعه. مين اللي يعمل الكلام ده؟ اكيد مش الراجل اللي مسؤول على الميديكال راب، اللي مسؤول على جنريتنج اوردرز او جنريتنج بريسكريبشنز وفولوينج اب مع الدكتورز اللي بيكتب، لكن هو مسؤول مع كي اكاونت مانجر بيقابل الستيك هولدرز، سواء كانوا رؤساء القسم مثلا بطنه، جراحه، الناس اللي بتكتب الانتيبيوتكس، سواء بيقابل كمان السي ليفل او بنسميه السي سويت اللي هو الجنرال مانجر بتاع الاكاونت، اللي بيقابل كمان الهيد اوف الصيادله اللي موجودين، اللي بيقابل الكي ستيك هولدرز اللي موجوده في المكان.
واللي كمان بينشئ البروجكت شارت اللي هو احنا هنعمل ايه علشان نوقف الاستخدام الغير مجدي للمضادات الحيويه، ومين هم الاطراف المختلفه. اكيد البروجكت ده ملوش علاقه ببرودكت معين، انت هنا بتنشئ بارتنرشيب مع الاكونت ده لاستخدام الامثل للمضادات الحيويه. اللي بيمانج الحته دي هو الكام. فالكام هنا بيقوم بوظيفه بورتفوليو مانجمنت، بيقوم بوظيفه اكسكيوشن لبعض البروجكت والبارتنرشيب اللي موجود ما بينك كشركه ادويه وما بين القطاع اللي انت بتتكلم عليه. ممكن تكون الانيشيتيف اكبر من مستشفى، انت ممكن تكون الانيشيتيف مع وزاره الصحه، ممكن يكون الانيشيتيف مع هيئه الشراء الموحد، ممكن يكون الانيشيتيف مع التامين الصحي واتس ايفر. فانت هنا بتبقى محتاج بني ادم وفانكشن واف تي اي شغال انه يكسكيوت المتفق عليه. انا دايما بنتقد في مصر حاجه بشوفها كتير قوي على لينكد ان، بشوف عدد الام او يوز او الميموراندوم اوف اندرستاندينج او البارتنرشيب عدد كبير جدا، لكن اللي بيتنفذ على الارض قليل قوي. بالظبط. تمام. فبقول يعني لو بس تنفذ 10% من اللي موجود ده واكسكيوتد على الارض، اكيد هينفع البيشنت وهينفع الشركه وهينفع القطاع اللي شغالين وهينفع الصحه في مصر ان جنرال. دي مسؤوليه، دي الفانكشن بتاعه الكام. فباك اجين الكام مسؤول عن بورتفوليو، مسؤول عن بارتنرشيب، مسؤول عن استراتيجيك فيو للاكونت كله، مسؤول عن مانجينج الديفرنت ستيك هولدر على ليفل شركه وليس على ليفل دواء. اما نيجي بقى الفانكشن الثالثه اللي مهمه جدا، اللي هي ممكن يكون الكام تحتها، اللي هي الاكسس. لو سافرت اوروبا، لو رحت اي بلد، لو رحت هنا في مصر، لو سالت اي بني ادم هو ايه الاكسس، اول كلمتين هيقولك على الاكسس هي برايسنج وريامبرسمنت. بالظبط. تمام. تسعير الدواء وازاي الدواء يبقى يتصرف ببلاش للمريض. فدي الكور فانكشن بتاعت الايه، بتاعت الاكسس. تحت الكور فانكشن دي طبعا بيبدا الاكسس يتحرك. انا هسعر الدواء، ايه هي البرايسنج استراتيجي بتاعتي؟ هل ان انا هدخل بسعر ايه؟ والسعر ده لو كان ممكن انت تيجي تقول لي انا في دواء مهم جدا جدا انا هدخل بيه واسجله في مصر، اقول لك يا تعالى يلا بينا وتسجل في مصر ويخضع للتسعيره الجبريه بتاعت والسيستم بتاع التسعير في مصر، ما عندناش ادنى مشكله. بس يجي مثلا يتسعر ب $5000، ده رقم كبير جدا. كويس مثلا، لان هو ده اقل سعر ليه في العالم كله، وبعد نيجوشيشن وصل للسعر ده. انت كماركت اكسس عارف ان فرصه ان الدواء ده يتباع في مصر هي فرصه محدوده. كويس. فانت بتبدا تفكر هو ده فعلا الرايت برايسنج استراتيجي ولا لا؟ هتلونش البرودكت ازاي، او هتبدا تعمل ايه هي البروجرامز اللي ممكن تتعمل فروم اكسس علشان تجعل البرودكت ده يقدر يبقى له فرصه في السوق المصري انه يساعد المرضى المحتاجين المحتاجين ليه. طب ازاي كمان ترجع للباير اللي هو التأمين الصحي مثلا، وتقول له انا عايز ادخل الدواء ده اعمل له انلستنج في التأمين الصحي. وهو حقيقي التأمين الصحي معذور ليه؟ لانه كل الشركات عايزه تدخل كل الادويه الغاليه بتاعتها في التأمين الصحي، وهو عنده ليميتد بادجت، فهيوزع على ايه ولا ايه ولا ايه. فهو بيبقى برضو عايز يمانج البادجت بتاعه بحيث يجي اخر السنه ما يلاقيش ان البادجت اوت اوف بادجت، وفي نفس الوقت في مرضى كتير ما بيوصلهاش العلاج اللي هي مستنياه. فمن هنا بيجي الماركت اكسس سوليوشن. ازاي الماركت اكسس يبدا يوجد بعض الوسائل اللي بيها يقدر يخلي البرودكت متاح لكل المرضى المستحقين اليه في الوقت الصح وبالجرعه الصح، ويبدا يوصل لبارتنرشيب وبروجرامز مع البير اللي بيها يعمل مانجنج للبادجت بطريقه مرضيه للبير ومرضيه للبيشنت، وفي نفس الوقت تحقق النجاح للبير وللبيشنت وللشركات اللي هي بتسعى لان الادويه بتاعتها تبقى انلستنج. وهنا بيظهر بيظهر الاكسس. فالبروجكت دي ممكن الاكسس يعملها، يعني بالمثال اللي انت قلته يا احمد بتاع 100 مليون صحه، ممكن السكريننج بتاع 100 مليون صحه يبقى بروجكت الاكسس يشترك فيه ويجيت اكسكيوتد من خلال الوزاره والكامز اللي مش شغالين من الشركات كلها على الارض في الاكونت. والميديكال ريب بيشوفها ازاي؟ الميديكال ريب بيشوف ان عدد المرضى زاد بتاع الهايبرتنشن، لان الاويرنس زاد لمرضى الضغط، ان السكر زاد لمرضى الضغط، فبيبدا البيشنت يبقى اوير انه لازم
يقيس الضغط بتاعه، لازم يقيس الاتش بي 1 سي او يشوف السكر التراكمي بتاعه عامل ازاي. وبالتالي الميديكال راب بيشوف في الاخر ان الفلو اوف بيشنت زاد بشكل او باخر او حصل، والبير بيشوف انه عمل مور كنترول للبلاد بريشر، وبالتالي الامبليكيشن بتاعه الضغط بتقل، وبالتالي بدل ما هيصرف في عمليات جلطات او عمليات مختلفه هيبدا يقلل من المصروف بتاعه في الامبليكيشنز دي، ويصرف على البرايمري بريفنشن اكتر من السكندري بريفنشن. فاللي بيمانج القصه دي اكتر هو الاكسس. فانا لو ميديكال ريب باك اجين تو كونكلود، انا لو ميديكال ريب بجنريت بريسكريبشن، لو انا بعمل بارتنرشيب مع الاكاونت او بتكلم على بورتفوليو ببقى كام، لو انا بتكلم على انيشيتيف خاصه بالريامبرسمنت والبرايسنج ببقى ماركت اكسس. يعني شرح وافي وبسيط. بس خليني بقى اخد ايه يعني ذا اذر بورت اوف ذا كوين، او وجهة النظر التانية اللي الشركات اللي مش عايزة يبقى عندها اكسس او مش عايزة يبقى عندها كام. دلوقتي انا ككي اكاونت مانجر بمانج البورتفوليو بتاع الشركه في المستشفى. بعض الشركات بتبقى شايفه ان هو كده الاكاونتابيلتي بتاعه الديستريكت مانجر او الاثنين ديستريكت مانجر، لو هو تو لاينز في الشركه مسؤولين عن المستشفى كده، بتقل. فهو مش بيقدر يحاسبه على السيلز بتاعته سواء زادت او قلت في المستشفى، لان المستشفى بقت ثيوريتيكالي تبع الكي اكاونت مانجر. فهو عايز يحاسب شخص واحد، فبيلغي الفانكشن بتاعت الكي اكاونت وبيسيب الاوردرات مع الاثنين ديستريكت مانجر دول او الوان ديستريكت مانجر. ده ستوري. طيب الجزء الثاني بتاعت الانيشيتيفز، سواء على ليفل مستشفى واحده او على ليفل التامين الصحي، لو احنا بنشتغل في التامين الصحي زي ما حضرتك بتقول احنا بنشوف يعني انيشيتيفز كتير بتظهر وما بيتنفذش منها حاجه. ده نظرا لان دايما الدعوات اللي بتيجي ان احنا عايزين نعمل انيشيتيفز بتلاقي شركه او شركتين بس هم اللي بيتحركوا، اللي عندهم اكسس قوي، اللي بيبليف في الاكسس، وبقيه الشركات عشان شايفه ان الموضوع هو انا لما هزود الاويرنس عن الهايبرتنشن مثلا زي ما حضرتك بتقول، اللي هيستفيد منه الشركات المالتي ناشونال او الليدرز اللي بيبيعوا كتير، اكتر عدد يونتس هو اللي هيستفيد. لما العيانين يزيدوا الماركت ليدر هو اللي هيزيد. انا لسه شركه ما ببيعش كتير، فانا مش هخش اصرف فلوس في الانيشيتيف دي عشان مش هيعود عليا بطائر. ودي الفكره التانية اللي بتخلي شركات كتير تحجم عن الانيشيتيفز، او زي ما احنا بتسمى في السوق الاحتفالات او الاويرنس بالهايبرتنشن او بالديابيتس او بالام اس. يعني الحاجات دي كلها شركات ممكن يبقى عندها برودكتس موجوده، بس هم شايفين ان انا لو صرفت الفلوس دي اصرفها دايركت على كاستمرز اجيب منه ار اكس، بدل ما انا اصرفها في انيشيتيف في العام انا مش هقدر اميجر الامباكت بتاعه على السيلز بتاعتي دايركتلي. فده يعني واقع حاصل في السوق، اكيد حضرتك بتشوفه. يعني خلينا نقول يعني نسمع راي حضرتك في دي، وهسالك سؤال تاني في الفانكشنز جوه. متشكر على السؤال ده يا احمد. انا عايز اقول لك يعني دي جيرني. انا من الشخصيات اللي بحب ابص اكسترنال الانفايرمنت وابدا ادابت الموديل انترنالي، لان انا شايف ان ازمه كبيره جدا في الشركات كلها، مش في مجال الدواء او كل معظم الاندستريز، ان الناس دايما بتبقى obsessed about internal process, internal barriers, internal challenges. الحاجات دي كلها غلط، لانك انت لو مشيت انترنالي وبدات تشتغل للفوكس بتاعتك هو الكام اللي هيجيب الاوردر ولا الميديكال راب، هو الميديكال راب هو اللي يعمل ولا السيلز هو اللي يعمل، فانت قاعد بتكمبيت انترنالي، واين ان الاكسترنال فاكتور ممكن يكون انت اساسا مالكش اوردر، لان الكومبيتيشن خدت الكلام ده كله اوريدي. ممكن الناس طورت من نفسها وانت لسه قاعد بتقول الكريدت هيروح لهنا لبتوع السيلز ولا هيروح لبتوع الكام، تمام، وانت لسه عايش في الايه في الحته دي. طيب خليني اقول لك نبدا اكسترنال، نبص من بره. هو الكاستمر بيحب ايه او الكلاينت بيحب ايه؟ الكلاينت بيحب وان فوكال بيرسون اوف كونتاكت، بيحب بني ادم واحد يتكلم معاه. تخيل انت مثلا ماسك صيدليه في مستشفى وليكن اي مستشفى،
كويس من المستشفيات. وداخل لك علي النهارده بيكلمك على ال3 ادويه دول، وداخل لك احمد بيكلموا على ال4 ادويه دول، وداخل لك ديستريكت بيكلموا في ادويه تانية من نفس الشركه وكلهم من نفس الشركه. او انت مثلا قلت انا اخلي بني ادم واحد بس هو اللي يتعامل مع الصيادله من السيلز بيبل، فهو داخل، فطبعا بقيت زمايله يقول لك الله ده انت مسؤول عن الادويه دي، فاكيد هتاخد للادويه بتاعتك، واكيد انت سايب الادويه بتاعتنا. والصراعات اللي انت بتسمعه لجيرني دي انا شفتها مثلا من لايك مور ذان 15 years. الدسكشن دي انا شفتها من 15 سنه او اكتر، كويس، ما بين مين اللي ياخد الكريدت. بس ساعتها احنا كنا حاصرين فقط ان الرول بتاع الكام انه يجيب الاوردر، مين اللي هيبعت الايميل. وده طبعا is really destroying the concept of a team and destroying the concept of getting the full potential من المكان اللي انت بتشتغل معاه او داخلين. وبالتالي انا شايف من وجهة نظري البسيطة هنا ان الشركات اللي بتفكر ما انا ممكن ابعت الميديكال راب او الديستريكت انه يجيب اوردر، هي شايفة ان الكام فانكشن از اول اباوت ان انا بجيب اوردر. تمام. وده بالتالي مش صحيح. تمام. ليه مش صحيح؟ لانك انت النهاردة لو انت بتتعامل مع الاكاونت ده على انه عندك 3-4 ادوية انلستد في المكان ده وبتاخد منهم اوردرات، ما انت بكرة الصبح انت بتزود البورتفوليو بتاعك، ازاي هتدخل الادويه دي؟ طب ولو كومبيتيشن النهارده بتكمبيت مع 3-4 شركات، بكره الصبح معاك 70 شركه تانيين بتكمبيت معاهم بشكل او باخر، فانت محتاج تبدا تشتغل. في عندك زي ما انت قلت في عندك كومبيتيشن دخلت وعملت بارتنرشيب وبروجرام، اكيد هتبقى لها مور برايورتي عن ناس تانية مش موجوده في الصوره. تمام. مع الكومبلكسيتي ادي لك مثال واضح وصريح، بورسعيد بالتحديد موجود التامين الصحي الشامل. انت لو مش موجود جوه، لو ما بتشتغلش مع الدكاتره، لو مش عارف الصيدله، لو بتاع، فالبيزنس بتاعك almost is not there. تمام. فبالتالي انت كاونر للشركه او كجي ام للشركه او سي او للشركه، انت لازم تكون بتسينك هاد وبتفكر انك تاخد خطوه، شايف الترند رايح فين، وبتبدا من فروم ايرلي بيجيننج بتبدا تعمل الفانكشن وتانيشيت الفانكشن بتاعت الكام او الاكسس، وتبدا تحدد لها جوب ديسكريبشن مختلفه عن فكره ان انا رايح اجيب اوردر، لانك مش هتعجز ان انت تروح تجيب اوردر. لكن انت لو انت استراتيجيكلي بتفكر ان في 3 years القادمين ناوي تزود البيزنس وناوي تعمل انلستنج كذا وتعمل ري امبرسمنت الادويه بتاعتك كذا وتفتح في الثيرابي اريا ده، وانت عارف في البايب لاين داخل لك في الريسبيراتوري مثلا 5 ادويه جداد هتعمل لهم لونش، فانت لازم من النهارده تبدا تشتغل في الايرا دي وتبدا تبلان للحته دي. كل الكلام ده مش هيتم على ميديكال راب او ديستريكت مانجر عنده تارجت بتاع الشهر ده رايح يجيب لي الدواء ده علشان يجيب الكونسبت في يجيب ينشئ البارتنرشيب اللي انا بتكلم عليها في الجزء ده.